ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وخير دايما. معاكم جو من قناه كرش بو، حبيب قلب عم زوق العالمي كو حبيبي يا جو. وحشني يا ولدي. انت اكتر والله. رمضان كريم عليك. الله اكرم يا حبي. رمضان كريم عليكم جميعا حبايب قلبنا. اليوم انا عارف ان انا متاخر، بس كنا تايهين انا وهذا الولد الصغير. كل شويه نلاقي محل من الحلويات عامل افتكاسه. طب واحنا قلنا هننزل لكم 30 فيديو، ننزلهم 30 فيديو هفاءات ونقعد ننزل لكم كل حاجه تنزل كده، نروح عاملين اي فيديو وخلاص. قلنا لا، احنا رمضان هنفضل بتقلنا، وباذنك يا رب هنفضل مكملين بتقلنا ومش هنعمل فيديو هفاء ابدا. فتاخرنا شويه في الفيديو ده ليه؟ علشان نعمل اقوى حلويات بتاعت اقوى اكبر مطاعم في فيديو واحد. قول لنا يا عم معانا ايه النهارده؟ النهارده يا جماعه احنا معانا تورتينا والصرف باين من اولها. ده انا هنفخك علشان اختيارك. ومعانا كنافه وبسبوسه. انا اخترت كنافه وبسبوسه وبلبن. دول اختيارات جو فعلا. التلاتة هم اللي مدغدغين الدنيا، فعشان كده اتأخرنا شوية في الفيديو ده علشان ما نقعدش نعمل لكم حاجات أي كلام في أي كلام في أي كلام. لا، هم دول التلاتة اللي واضح إنهم عاملين ضجة كبيرة قوي في رمضان. جبنا الترندات بتاعتهم، وبإذنك يا رب الفيديو يعدي على خير علشان كيلو تورتينا ما يتنفخش النهارده، وهنظبط الحاجة. عايزين إيه؟ هنظبط الحاجه ايه مش لما نجيب الحاجه؟ هنجيبها الأول، بس عايزين إيه؟ طيب هو إحنا بنجيب قبل ما مش عايزين تطلب؟ عايزين ارمي 20,000 لايك وشير فيديو في كل مكان. واللي لسه ما اشتركش في القناه يشتركوا ايه ده؟ هو انا بقول الكلام ده دلوقتي ولا في لا. الاخر؟ انا ما بقولوش دلوقتي صح؟ لا طب هنجيب الحاجه؟ انا عايز اقفل الفيديو من قبل ما عشان انا خايف من اللي هيحصل في تورتينا. ربنا يستر. هنجيب الحاجه ونرجع لكم على طول، واوعوا تروحوا اي حته. التهييس مالك كيس ودلع. ما انا عمال اقول له، انا دايما بقول الجمله دي في الاول، بيقول لي لا انت بتقولها في الاخر، فاقنعته ان انا بقولها في الاول وفي الاخر. انتوا عارفين حلويات لما بتيجي بتيجي بتجنن كيلو. طيب ادي الترند بتاع كنافه وبسبوسه، وادي هو باين من غير ما اقول ده مين. ايوه اجيب لك طبله عشان ترقص. والله يا جماعه والله أيوة. ما دقت تورتين قبل كده. ولا انا ولا عايز ادوق والله يعني من السنه اللي فاتت ولا بطبل ولا بعمل ما دقتوش قبل كده. انا ومن السنه اللي فاتت والله ما عايز اجيبه، بس خلاص يعني ابتدى يطلب مني في البيت شخصيا جرب لنا تورتينا، فلازم يعني عشان نلبي رغبات اهل البيت عندي، فقلت نجيب تورتينا. وده بلبن عم بلبن بتاع الغلابه، عامل لك شويه مشاريب رمضانيه جميله، ونظبط الحاجه دي كلها ونرجع لكم على طول. طيب في حاجه للاسف قفلتنا جدا من ابلكيشن حبيبنا، اكيد عرفتوها كده خلاص عرفتوها، هتعرفوها لما يجي وقتها، عشان دي قعدت لي قلبي قوي والله العظيم. ما ينفعش تديني طبعا. انا قلبي موجوع من تمنها، فما بالكم لما كنت هقول ايه مش هقول. لا حط لي تيت على الاسم اللي طلع ده علشان ما يعرفوش دلوقتي، عشان انا عمال ادعي عليه من قلبي. يا رب. طب بص نجيب حاجه تشربها تهدي اعصابك. هي والله العظيم شوف حاجه تهدي الاعصاب. ماشي. خروب. هديني الحقني. هنبتدي اول حاجه معانا يا جماعه النهارده. قول لنا يا عم جو. هنبتدي اول حاجه بلبن عشان ناخد شويه مشروبات كده ايه والله العظيم، علشان انا مش الجو بدا يعرق يا جماعه. انا شايف المنظر. ده خروب كده زي ما انتم شايفين. خبروب يا نهار اسود. خبروب ايه بس؟ خروب قبرصي هيلس وعك. ده نبيذ قبرصي جديد بتاعنا تمر هندي، عملوه القبارصه اولاد القبارصه مش عايزين يصدروه. والله العظيم مكتوب عليه خروب قبرصي. ماشي لازم طبعا ايه؟ انا قبرصي قبرصه. ما انت بقى انت اضحك يا اللي ما انتش داري، ما انت اللي عايزها. خروب ادي شويه صغننين. لا بس انا هاخد شويه كتير معلش عشان اتفضل. لا ادلو لنفسك سيلف يور هيلب. شيل الغطا ده يا ابني، خليك احترافي. الموقف اللي احنا شفناه والله العظيم وجع لنا قلبنا وخلانا ميسين. والله يا جماعه ربنا ما يوريكم. يعني انا مش عايز اجيبها من السنه اللي فاتت، مستخسرها والله العظيم. اجيبها تديني حسبي الله ونعم الوكيل. يلا بينا ندوق الخروب القبرصي. مظبوط. هادي سكره انا لسه هقول سكره مظبوط بالملي. لا سكره هادي. لا بصوا اوفر دوز سكر ده هنا. بصوا انا بقى الاكستريم عكسا من كيرو، وطبعا مش هعترض معاه لان كلكم بتقفوا في صفه وانت بتطلع في كيرو اهو. هو بيقول لكم ان هو مليان سكر، انا بمنتهى الهدوء
بقول لكم ان سكره قليل اساسا. ف شوفوا بقيه الريفيوهات قالوا ايه عشان ما اعرفش بصراحه. انا رايي الشخصي لا، هو هادي جدا، خروب مظبوط، سكره اقل من المتوسط، فكيفني ب 15 جنيه الازازه دي. ما اعرفش احنا قلنا السعر ولا لا، اكيد هو موجود تحت. انبسطت منه 750 مللي، لا قيمه مقابل سعر، حاجه جميله بصراحه. عم كوكو هو قيمه مقابل سعر وطعم الخروب حلو، بس انا بالنسبه لي مسكر قوي. تمام. كيرو بيقول مسكر وانا بقول سكره خفيف. طبعا يعني انتوا هتتجننوا، بس انا هوضح لكم الموضوع. كيرو بيشرب اي مشروب بدون سك من غير سكر، وانا بشرب المشاريب سكر مظبوط، فده بالنسبه لي اقل من المظبوط اللي انا بشربه. بالنسبه لكيرو طبعا مسكر. هات حاجه ثانيه تهديني بعد اذنك، عشان والله افتكرت والله العظيم اول ما انا بحب الصوبيا يا جدعان، بقى نخش بالصوبيا. يلا يا اخويا عشان انا طب ال 400 ما هم كده، انا عمال اوضح لهم الحاجه. هم عرفوا مين اللي قلبها يا جو. انت لو بتحلب بقره مش هتقعد تحنن عليها كده، هي هزتين وافتح. بنحط الصوبيا ده والله العظيم اقسم بالله احنا مالينا كتالوج. اتفضل يا باشا. قال لك دي صوبيا بالقشطه سعرها 25 جنيه لل 750 مللي. هو احنا ما بنقدم لهمش الحاجه دي، احنا بننزل ونشرب. يلا يا اخويا. طب صحيح والله احنا ليه بنعاملهم المعامله الجافه؟ هم مالهم؟ هم مش هم اللي وصلوها على فكره. يلا بينا ندوق. صوبيا بالقشطه سعرها 25 جنيه. ايوه. ايه بقى؟ مش عجباني. هي فين الصوبيا؟ مش عجباني خالص. هي فين القشطه؟ مش عارف برضه. انا اسف، اصل كل يعني انا شفت لها ريفيوهات بصراحه، يعني كل يقول لك اوعى القشطه. فين القشطه بقى؟ ولا فين الصوبيا؟ ايوه ما هم الاثنين. وفين جوز الهند؟ هم قايلين فيها جوز هند، هم مش قايلين. هو الصوبيا بيبقى فيها جوز هند المفروض هم بس طب هم ايه اكتر طعم حاسه؟ ما بسكر فانيليا. ضعيفه. ما هو طبيعي ان هي فيها فانيليا، كده كده الصوبيا بيبقى فيها فانيليا. بس هو ايه ده؟ انا مش فاهم برضه. ودي اغلى واحده فيهم، دي ب 25 جنيه. طب معلش ناخد بق تاني. لا اسف، انا اكتر طعم معلم معايا الفانيليا. هي فقط فانيليا، لا غير. وفانيليا مش جايه، مش القويه اللي بتتحط في الصوبيا، يعني فانيليا عارفين جايه من بعيد. بس هو لا في طعم قشطه، ولا في طعم صوبيا، ولا في طعم جوز هند، ولا في طعم صوبيا تاني، ولا في طعم هند زي ولا طعم والله العظيم ما فيش طعم اي حاجه. هي الفانيليا عارفين جايه من بعيد كده وانا ماشي سلام عليكم. لا طبعا مفاجأة. انا مفاجأة يعني، علشان انا عامل الفيديو ده متأخر، فانا شايف الناس كلها طالعة بيه ترند وبتاع. اوبا طعم القشطة، اوعى. قشطة ايه؟ قشطة ايه يا جماعة؟ يعني ما تخليش الواحد بقى يخبط، عشان اصل الواحد نيته تعبانة من اخر حاجة هنخش بيها دي هتتعبنا والله العظيم. يلا بينا على اللي بعده، نلحق نهدي الدنيا. طب هتدي كام؟ احنا دي صفر. ده صفر صريح يا جماعة والله. هي مالهاش علاقة لا بالصوبيا ولا بالقشطة ولا بجوز الهند ولا بمرات هند ولا بأي حاجة والله العظيم. فدي صفر. ميه بسكر، ميه بسكر. طب احنا هنحط بعد الصوبيا اللي احنا عمالين نعمل الناس هتتريق علينا. طب معلش هنقوم نغسل الكوبايه وندوق اخر حاجه، لان الصوبيا يعني اللون كمان مش ظريف. هات لنا حاجه يا ابني. وبعد ما غسلنا الكوبايات عليك عشان ما الواحد. بصوا يا جماعه غسله ايه؟ غسله يعني الازازه متشلفطه ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ ايه المنظر ده؟ انا مش فاهم. ما بتشوفوش في التلفزيون يا جماعه. هو صحيح هي كلها بقت ماشيه اعلانات ولا انا مش فاهم؟ ما بتشوفوش في التلفزيون يا يا جماعه. بجد ان انا يجي لي ازازه كده فيها طين. انتوا شفتوا الغطا وانا بصور لكم من فوق، بس بعد اذنك هات الغطا لو سمحت. اهو. لا كان في حته طينه انت شلتها بايدك وانت بتفتح الغطا. هي في ايده، هي اللي بيقول لك ما شلتش يا جماعه حاجه. صحيح، انا والله فاكرها اللون. لا يا بابا طينه. هات منديل. ايه ده؟ طيب يعني ازاي انت تبعت لي ازازه بالشكل ده؟ هات يا عم ندوق. عم الدوم الاسواني ده جاي من اسوان. انت رجيته؟ لا. شاطر. تعال خد شويه بعد الرجه دي. خد. انا كوبايتي مليانه والمشاد. معلش يا حبيبي، انت اللي جبته لنفسك عشان نقيم بما يرضي الله. قيم ايه يا عم بقى؟ امسك استنى عشان الاعلان يبقى حلو. دون اسواني. يلا بينا. الله لذيذ، طعمه جميل، كدوم لذيذ. بس خلينا نبقى متفقين ان حتى الان كل حاجه هي خفيفه وليست مركزه، ولكن الدوم مظبوط. بس طبعا انا احب الدوم يبقى اتقل من كده ومسكر سنه عن كده. اوعى تقول لي ده كمان مسكر.
حاسه برضه مسكر. انت ما تشربش مشاريب تاني اللي هي بتاعت المشاريب الرمضانيه دي لانها مش جايه معاك. لا حلوه بس السكر يقل شويه. انا شايفه خفيف وسكره خفيف. بس اكيد في ناس برضو زي ما بتحبش السكر كتير. بس هي المشاريب دي هي المشاريب دي مشاريب سكريه كده جميله بتحب اللمه. ده كده تعمل مشاكل. طيب انا برضو انا حاسس ان الموضوع واخد ضجه اكبر من حجمه بكتير. اللي هو عادي من اي بتاع عصير بيعمل زي الفل. لا هقول لك حاجه بيبقى احلى كمان. مش ممكن مع الشهاده لله. هو اي بتاع عصير لا هنلطف فيه. احنا مش بتوع تلطيف، احنا بتاع بما يرضي الله ماشي يعني برضه يعني ممكن. بتوع العصاير لا بيعملوا عصاير احلى من كده. هو في ايه؟ بيعملوا احلى من كده عادي. وبالذات الصوبيا دي اللي لا ليها طعم ولا لون ولا ريحه والله العظيم انا عامل الفيديو ده علشان شايف الناس فعلا بتشكر فيها فنفسي اجربها. انما لا من اخواتكم. وانا مدمن صوبيا على فكره يا جماعه. وانا مش مدمن، ده انا بشم الصوبيا كنت بقى بسطرها وانا صغير. هات اخر حاجه. هو نجيب اخر حاجه معانا من بلبن. هات يا حبيبي. رج يا جو. هو خد بالك ده بقى والله ده اللي المفروض هيظبط دماغنا. عشان نخش على اللي بعد كده ايه؟ عشان نخش يتوجع قلبنا تاني ولا لا نخش بحاجه باذن الله تصدمنا برضه ما تقلقوش. كده الصوبيا البتاع ده الخروب كان خفيف فايه كركديه هيبقى اتقل منه يعني مش محتاج نغسل الازايز. الازايز الكوبايات ما خلاص الواحد والله العظيم ايه عقله شت. بس عقله شت في دي رخيصه فاهم فايه هتعدي. فما بالك بقى لما عقلك يشت في حاجه غاليه. اتفضل استنى عشان الاعلان. ده كركديه ودلوقتي معانا كركديه سوداني من بلبن. سوداني ده سوداني بجد والله. ايوه والله. اسواني لا يعني انا اسواني من سوداني مش هتفرق. خطوتين يا جدع. بس يا عم عشان حد يفتكر ان انا بتريق. الله يبارك لك. لا بتريق ليه مع خطوتين. طبعا احنا كده يئسنا بدري. السكر من الصدمات. لا الصدمات ما تقولش سكر الصدمات. يلا بينا ندوق كركديه. فلو اقل من انا بشرب الكركديه على اي كافيه على اي يبقى جامد. يلا بينا. تفضل على كافيه. هو كده عادي ما انا كسفت اقول قهوه. طيب والكافيه بالكركديه اساسا انا ما بقعدش عليه. فانا لما بروح القهوه بطلبه بس قلت افخم شويه من نفسي. يلا بينا يا جماعه. يلا هو فيديو هيتمسح. الفيديو ده مش هينزل على فكره. يلا يا اخويا. هتشرعني. دي مشكلة لما يبقى صاحب عمرك عارف عنك كل حاجة وما بيستورش. معيش فلوس يا سيدي للكافيهات غصب عني. هات فلوس وانا اروح اقعد في الكافيهات. طب شفت بقى يعني زي بعضها اهي. طب اشرب بس بالله. يلا بينا. يلا طيب انا شربت. تقييم الكركديه كركديه تاني مرة. يلا. ده يمكن اقول اكتر واحد سكره مظبوط. وانا مش مظبوط ولا مبسوط. مش قوي يعني. يعني برضه السكر لسع في الاخر. الكركديه بتاع خفيف. بتاع الكافيه اللي انا بقعد فيه عشان بتاع القهوه اللي انا بقعد فيها. خلاص يا عم بطل سياحه بقى. طيب هنا الكافيه بتاع الصعيد. طب لا بجد والله العظيم بقى نتكلم بجد. احنا جايبين الحاجات دي علشان الناس كلها بتشكر فيها. فربنا يسامحكم اللي بيعملوا فيديوهات كده وبيلبسونا في الحيط. ربنا يسامحكم. هي الحمد لله انها حاجات بسيطه في دول. بس انا مش النهارده يعني يعتبر الخروب والدوم يمشي حالهم. ولكن العربيات اللي بتعمله ببودره في ما هو ده بودره عشان محدش يقول لك ده طبيعي وصافي وبتاع. الطبيعي وصافي ده الازازه دي تعدلها ل 70 80 جنيه ما كانش اكتر. بلبن انت بتعرف تعمل دعايه صح. اشهد لك بكده. وضحكت عليها انا شخصيا. دي شهاده قدام رب العباد في الشهر الكريم. كوكو شيل الكلام ده شيل. فعلا انا الخروب والدوم اكتر اتنين فعلا ظبطوا. الكركديه مخفف جامد. ما عجبنيش. انا كنت فاكر حتى السكر بتاعه مظبوط طلع لا في الاخر برضه بيلسع. والصوبيا اساسا في الاخر. الخروب والدوم. ولو يعني تعرف تجيبه من حته تانية دي بالظبط. ده اللي انا كنت هضيفه. لو في واحد انت بتتعامل معاه او بتتعامل معاه وبيجيب منه عاجبك ما تغيروش يعني ده احسن لك. طيب بلبن
طير انت. نخش على تاني حاجه. يلا بينا. ودلوقتي نخش على ابن خالة عم بلبن، هم غالبا نفس الاونر. نفس الاونر. عم كنافه وبسبوسه. كنافه وبسبوسه قال لك انا هعمل ايه؟ هعمل القطقوطه. ايه المقطقط فيها؟ هنكتشف. دي عباره عن فور سيزون، 4 انواع من الكنافه زي ما انتم شايفين. في منها بالمانجا، وفي منها باللوتس، وفي منها بالنوتيلا، وفي منها بالكيت كات. مظبوط. سعرها دي كلها 160 جنيه. السعر بالنسبه للي لسه هنشوفه دي ببلاش، فاحمدوا ربنا. عم كنافه بس هل تستاهل 160 جنيه؟ ده بقى ده اللي بنقوله، هنكتشفه، احنا لسه ما نعرفش. طيب تحب تبتدي ايه؟ في نوعين شوكولاته، فنبتدي بواحد منهم. طيب اختار يا باشا، انا سايب لك الاختيارات. هناخد اللي قدامي الشوكولاته. يلا بينا يا باشا، يلا. طيب دي عباره عن طبقه كنافه، طبقه شوكولاته، طبقه كنافه وشوكولاته من الوش. تمام. ايوه الطبقه دي هي الفكره انها ايه؟ الموضوع السايح. اوكي يلا. يلا بينا. الكنافه هنا معجنه شويه، هي مش واخدة. نايه شويه، مش واخده تشويحه ولا اي حاجه. الشوكولاته كوفرتينا الى حد كبير، مش وحش ولكن مش حلو. ماشي حالها بس هي يعني شعبي شويه. هنتكلم على قد سعرها، مش بطاله. اوكي. بس الكنافه ضايعه. كنافه يعني عارفين نايه، كنافه نايه. هي حتى لونها ابيض، ولا واخده سمنه ولا واخده زيت ولا واخده سكر ولا واخده اي حاجه، ما خدتش حاجه، خدت على عينيها. هو ايه؟ انا قلت لك فكك بالترند. باشا انا قلت لك نجيب 4 حاجات من تورتينا، انت قعدت تقول نجيب ده ونجيب ده خدوا يعني ارضى ذمتكم يا جماعه. مش كنا جبنا المدحرجه والمكشكشه والغرقانه والشرقانه مش جايبين يا ابني، انت بتحرق ليه؟ طب ما احنا جايبين. لا 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 يا جماعه، ماشي. اكتبوا لنا في الكومنتات منيو كده تورتينا كده مخفخينه ليفل الوحش ولا. والله ادينا جايبينه معانا النهارده، ان نصرنا يا سيدي. ايوه ليك ان انا اعمله المنيو كامل. مرضي يا صاحبي. مفيش حد هينصرنا النهارده، كلها ترندات في الهوا، وده ده اللي ظاهر معانا حتى الان. يا رب يا سيدي، يعني ربنا ينفخ في صورته. يلا يا سيدي اختار. خش باللوتس. اتفضل خش، يلا من ناحيتك. قول بسم الله وتوكل. انا عايز اوريكم بس الكنافه لونها عامل ازاي. ايوه ثانيه واحده، انا رايح لهم اهو. زوم ان هنا على الكنافه. الكنافه بيضه، مش محمره ولا مسوده، مش واخده التحميره. يلا بينا ندوق. يلا. بص فيها ريحه اللوتس، يعني الشهاده لله على الكريمه اللباني دي، في ريحه اللوتس، ريحه فاهم اللي هو ايه، بريحه الزهور. ماشي يا جو. اللي بعديها بالكيت كات. بس اقول لك حاجه، دي عجبتني احسن من الشوكولاته الصراحه، ولا دي ولا دي. ماشي معايا الفيديو عشان الفلوس اللي قبضناها من الناس، ماشي معايا الفيديو. مش عارف والله معلش بقى، انا خبير حلويات يا جماعه وسامحوني. هو ما فيهاش خبير، ده لو جبت ما خلينيش اقول كلام سافل، الله يبارك لك. طب يلا ماشي معايا الفيديو. ماشي معاك. أيوة. كيت كات شكلها جميل كده ومغري. طيب زقي معايا اليوم عسكري كده ان فيها كريمه يا الله وشوكولاته. هي طبقه كنافه، طبقه شوكولاته، طبقه كنافه، طبقه شوكولاته، كريمه اهي وكريمه اهي. في كريمه أيوة. تحت الشوكولاته الاخرانيه. يلا بينا. يلا. الله الله، احلى حاجه معانا النهارده. ايه جميله تحفه. بدي ايه دي؟ عمال يقول لي جميله تحفه، هو ايه ده بقى؟ ايه دي والله ما اعرف. طب هي حاجه عامله زي الفندق، حاجه عامله زي المارشميلو. لا دي كريمه لباني. دي كريمه لباني. بس اللبان كان قافل. عشان يا ابني الله يبارك لك، والله العظيم هنروح في 60 في 70. لا والله يا جماعه انا مش عارف ايه دي الصراحه. طيب اخر حاجه معانا بقى، ومهم ما يبقاش فيها غلطه، دي كنافه بالمانجا. يعني العيل اللي في الحضانه يعملها 10 على 10، وهم اختصاصهم من قبل رمضان يعني بينزلوها على طول. يا مسهل، انا عايز اشيل الشوكولاته اللي جايه عليها من هنا دي عشان ايه تبقى يعني تجربه كامله متكامله. بس هقول لك حاجه بجد والله العظيم، بعيدا عن دي اسوأ نوع جه معانا النهارده. لا حتى الان عادي. لا انا بالنسبه لي افضل حاجه اللي هي اللوتس اللي بريحه اللوتس. لا انا شايف دول وحشين ودي اوحش منهم. انا
هموت والله، هموت في اللي بيحصل. يلا يلا يا اخويا، ادي كنافه كريمه لباني، كنافه كريمه لباني مانجا، أنا مش ما فيهاش اختراع. حتى هنا الكنافه قليله قوي، يلا. هي كلها كريمه. طب والله العظيم كلها كريمه. مانجا من ورا العقل والله العظيم، بس دي حاجه بتاعت ربنا. المانجا دي مانجا زبديه على فكره. مانجا رباني يعني، المانجا دي ما فيهاش اختراع. الكريمه اللباني هنا تحفه. يبقى الكنافه بقى قليله قوي. فين هي؟ هو فيها كنافه؟ اه طب بتجيب الكلام ده منين؟ الكنافه سيبني استمتع باللي انا دقته. هي فعلا مانجا بالكريمه اللباني. بس يا جماعه والله العظيم الكريمه والمانجا حلوين. الاثنين هنا وهم. لا انا دي يا ريت كانوا الاربعه مانجا. يعني لو في فورمه كنافه بالمانجا او لا وهميه، فورمه كريمه بالمانجا معلش. اه يشيلوا الكنافه بقى من الموضوع. هي دي ما فيهاش كنافه، بس بجد انا عجبتني. دي هتقف بكام لوحدها؟ كيلو ب 75 جنيه. ايه دي؟ لا القطعه دي ب 35 جنيه يا سوري. حلوه جدا. 160 حلوة جدا. 80 40 جنيه. حلوه جدا ب 40 جنيه. انا ككنافه بالمانجا حلوه جدا. يا عم ده انت ب 40 جنيه تجيب لك نص كيلو من عندهم من نفس اساسا يعني دي اشتغلنا. دي اشتغل. رمضان كريم، ورمضان يحب الكنافه، والكنافه رمضان تحب بيحب رمضان. يا انا مش خير عارف. خير. ما هو رمضان يحب الخير. ما ده عمل خير اللي احنا بنعمله، ده عمل خير ان احنا ناكل الكلام ده. ربنا راضي علينا ان شاء الله. بالنسبه لبلبن الاولاني بلاش نقيم. بالنسبه لبقى كنافه وبسبوسه التاني انا شايف ان بلاش نقيم. طب انا المانجا حلوه وطول عمرنا عارفين هي إنها احلى حلوة. حاجه فعلا دي طبعا، بس ما فيهاش كنافه يعني، قليله خالص خالص خالص. بس جميله يعني. عارفين هي مانجا بالكريمه اللباني فكانت جميله. الشوكولاتات طبعا حدث ولا حرج، وهي سعرها رخيص بالنسبه بصراحه المنافسين، فعشان الواحد يقول اللي واللي عليه. هي كقيمه مقابل سعر. لو انت يعني ايه رايح كده لابن اختك مثلا تزوره في البيت، طفل صغير وعايز تهديهم بحاجه، بس ابن اختك بس هو اللي ياكل يعني عشان ما يفضحكش يعني، يبقى لسه ما بيتكلمش. عشان لو حد بيتكلم ودقها وقال دي خاله احمد هو اللي جايبها ولا عمو جو هو اللي جايبها هتتجرس يعني. دي تجيبها هديه لحد ما بيتكلمش لسه، عشان ايه الموضوع يعدي على خير. احنا هنروح في داهيه بعد الفيديو ده اقسم بعز جلاله الله. طب انتوا عارفين ان احنا ما بما يرضي الله، وبندفع من جيبنا وبنقول راينا بما يرضي الله، وده ذوقنا الشخصي يا جماعه وراينا، وانتوا كلكم فوق دماغنا اللي جربها ولا ما جربهاش ما حدش يزعل. بس احنا ما بنعرفش نقول حاجه غير اللي بينزل على لساننا من عند ربنا يعني، او كلمه الحق. لا بلبن ولا كنافه وبسبوسه. نروح للي على انا تورتينا. يا مسهل يا رب. انا هكشف راسي وادعي لو طلعت مش حلوه على كيلو. ايه هي؟ جالك قلب بصراحه لا، جالك قلب. عمري ما يجلى. لا يا جدعان انا زعلت. وهدعي على حد تاني. انا والله ما هدعي، انا بقول كده وخلاص يعني. بس ابلكيشن حبيب قلبي اللي عشان اطلب حاجه ب 455 جنيه يطلقها لي. طب ما هي ما فيهاش غير حسبانه يعني. المشكله يا جماعه ان الفرع جنب جو يعني قريب منه، طب وهو ما طلبش من الفرع وطلب من المرسوم. بقول له ليه؟ يقول لي ما اعرفش. طب وريها لهم كده. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه منظر المدحرجه بقت مدحرجه فعلا على الاخر. هو غالبا والكور وقعت بره، وقال يزود كلمه المدحرجه دي تبقى بالحق وحقيقي. انا كنت متخيل المدحرجه دي عباره عن بيض مدحرج، بس هي اتدحرجت من هو غالبا لما عرف ان اسمها مدحرجه قال لي هو لازم امشي ادحرجها بقى وانا جايبها لهم بقى، انا مرسول وجامد بقى. دي سعرها 455 جنيه. يلا بينا يا جو. ما اعرفش انت جايبها ليه. انا عارف انت مش عايز تدوقها صح؟ انا عارف صدقني يا حبيبي انت والله يعني. مبدوق يا اخويا. انا عن نفسي والله ما عايز وربنا ما عايز. يلا يا عم يلا. 455 جنيه واتدلقت. طيب دي المفروض قال لك عليها كريمه البيستاشيو اللي هو الفستق. اتكومت كلها في النص. اللي هي بقت في النص دي، وبكنافه بالكريمه اللباني. وهو اللون في عين جمل يعني فيها شغل كتير بصراحه، بس واحنا الشغل باظ. احنا ما ذاكرناهوش يعني. تعالى ندوق كده ايه نص كوره مع الحاجه دي مع البيستاشيو ده. دي يا جماعه بامر الله عشان ايه نخلص على طول. يا لهوي لا والنبي وحيا كير والنبي.
يا ولا وعي يا ولا اهو. يا ولا. معلش اصل انا عايز اخد ايه واحده كامله متكامله فيها أوكي. كل حاجه. يلا بينا. في في الموضوع. في قرفه كتير. طيب دي فيها كرة 2 3 4 5 6 7 والكرة اللي وقعت من عم مرسول 8 كور من الكنافة وعليها رشة الفستق اللي بقرش ساخ وكريمة مخفوقة بالكاستر على رأي أخي كيرو. دي فيها كاستر يا جماعة، الكريمة الخاصة بتاعتهم. ما هو قايل لك الكريمة الخاصة بتاعتنا وفعلا طعمها فيها كاستر. بالنسبه لي انا صوص البيستاشيو ده انا حاسه كريمه فانيليا كده او ايس كريم فانيليا. كيرو بيقول ان هو بيستاشيو، اذواق طبعا والسنه. دي ب 455 جنيه. ده ذوقنا الشخصي وراينا الشخصي، محدش يزعل، كلكم على دماغنا وكل المطاعم على دماغنا وكل الحلوانيه على دماغنا، ولكن بما يرضي الله الكنافه بالمانجا اللي ما فيهاش كنافه اللي كانت مانجا بالكريمه بتاعت كنافة بسبوسة احلى. بتاعت اي حد. ما بعليش حد على حد من الثلاثه دول عشان ما حدش يقول انت بتعمل اعلان لكذا على كذا. بتاعت اي حد احلى من ال 455 جنيه دي فعلا. الناس طالعه بتقول لك المدحرجه والمبقرجه والسنه اللي فاتت كان في المخرومه والمربوطه ومش عارف ايه. الحمد لله انا ما جربتهمش السنه اللي فاتت يعني، وما اظنش ان انا هجرب الكلام ده السنين الجايه. دي مجرد ترندنج بيعرفوا يعملوه، هم شطار قوي فيه، ولكن اللي بيلبس الغلابه اللي زينا. اوعوا تمشوا ورا الترند يا جماعه، امشوا ورا قلبكم. قلبكم هو اللي دليلكم. انا من على راي المثل اللي تعرفوه احسن من ما تعرفوش. بالظبط. يعني شفتوا احنا في الليله دي كلها اللي عجبنا ايه في كل ده؟ الكنافه بالمانجا اللي هي اساسا الكنافه ما جاتش بس كانت احلى حاجه. طيب نهايه نشيل بس الكلام ده عشان بلا تورتينا بلا بتاع يا عم بقى، بلا تورتينا بلا بتاع اللي انتوا طالعين لي بيه السما ده. الله يسامحك يا اخي، يا اخي الله يسامحك. مش طالع ده بقى. هو ايه اللي مش طالع؟ كل حاجه طالعه، كل عشان ده من جوانا، ما ده اللي جوانا ده يطلع للناس. طب انا مش راضي، مش سعيد. الفيديو ده اتكلف كام؟ الفيديو ده اتكلف 800 جنيه تقريبا. راحوا فين؟ راحوا عند ربنا الله يرحمهم. في حاجه عجبتني، الكنافه بالمانجا انا عجبتني بس في ال3 محلات بلبن تورتينا كنافه وبسبوسه. اللي عجبني الكنافه اللي بالمانجا كوكو. طيب انا فعلا يعني للاسف اول فيديو حلويات اعمله ومبقاش سعيد. لا انا هقول لك هي الكنافه بالمانجا دي حلوه بس عشان هي اللي موجوده واحنا يعني تعلقنا بيها، او يعني ايه الحاجه اللي الحاجه المظبوطه اللي هي طبيعيه. في احلى منها طبعا بكتير وبرضه دي برضه على قديها. فللاسف فعلا مفيش حاجه عجبتنا خالص النهارده، ودي يعني حاجه غريبه يعني والله العظيم. احنا على طول حلويات في رمضان دي وننبسط ونبقى 10 على 10. بص ده يعلمك ايه؟ ايوه ما تمشيش ورا الترند، مظبوط، بس امشي ورا الصح، الحاجه اللي عارفين اساسها وكلام منطقي. انما جبت لي كريمه فستق على المحلى من عندنا، على مش عارف ايه من اسوان، على ايه من ليبيا. ايه يا عم انت في ايه؟ يا مصر مش عاجباك؟ عمال تجيب لي من دول العالم كلها. فطبعا الحاجه لما تجيب ابو احمد على ام احمد على مستر جون من امريكا، الدنيا خلاص باظت خربت. فعلا مستر جو لما جه الدنيا خربت. انا بقعد يا ريته يقفل بقى يا جماعه. طيب عايزين ايه؟ عايزين 20,000 لايك والله يا جماعه، وادعمونا بالله عليكم عشان انا والله العظيم بطني وجعتني من الفيديو ده. والله العظيم وانا كمان وربنا والله العظيم ما بنمثل. والله بطني وجعتني من الفيديو ده. قلبت يعني مش فاهمين احنا بناكل ايه. والاسعار لا حدث ولا حرج. يعني ما ترضيش اي حد، لا ترضي مؤمن ولا غير مؤمن. ويا ريت بعد اذنكم وصلوا الفيديو ده اللايكات اللي الاستاذ كيرو بيقول عليها، واللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر التنبيهات عشان يوصلوا كل جديد. ورمضان كريم عليكم ونشوفكم حلقات جديده. وكان معكم جو كيرش بوي وكيرو. سلام.